السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بإيدك. استثمار يعني فلوس، وعلشان كده لازم نعرف أفضل الطرق للاستثمار ما بين الذهب والدولار والعقار. بس في الأول لازم نبين الفرق ما بين الادخار والاستثمار. الادخار والاستثمار بيرتبطوا الاتنين بالاحتفاظ بجزء من دخلك للمستقبل. الادخار هو ازاي تحافظ على قيمة أموالك للمستقبل وما تزودش فيها إلا اللي بيتعلق بالفائدة، وتكون سيولة يمكن تقدر تستخدمها في أي وقت. ولما نقول الادخار نقدر نقول إيداع الأموال بقى في البنوك وفي حسابات الادخار وحسابات الجارية وخلافه. إنما الاستثمار بقى هو الطريقة اللي بتزود بيها مدخراتك بمرور الوقت، واللي بتكون بقى عبارة بقى عن شراء أسهم وسندات ووثائق صناديق الاستثمار وغيرها كالعقارات بقى، أو الاستثمار في مشروعك الخاص. ومع ارتفاع أسعار كل من الذهب بقى والدولار والعقار كمان بشكل مفاجئ وسريع، بدأت الناس تسأل كتير، واختلفت خيارات الناس ما بين الادخار، خيارات الادخار البديلة للناس بقى في حالة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، بين ودائع بنكية دولارية أو أراضي بكل أشكالها من العقارات وغيرها بقى من وسائل الاستثمار والادخار. لو عندي فلوس يبقى مثلا ادور على سكن حلو اقعد فيه. لا اتاجر بيهم. انا معايا فلوس طبعا، الافضل ليا شقه طبعا. المفروض ان هي تتحط في البنك، لان اي مدخرات بتتحط في البنوك، فده بالنسبه لها يعني حاجه كويسه حتى لاقتصاد البلد. لا العقارات، ان الدولار فيه مكسب حلو، بس دي زي ما انت شايف البلد كلها حاله مقلوب، كل يوم الاسعار بتعلى. من الأسئلة المحيرة جدا وقت التفكير في الاستثمار، أيهما أفضل للاستثمار المال، الدولار أم الذهب أم العقارات؟ خلينا نبتدي الأول بالاستثمار عن طريق الدولار. وهل من الأصح ادخار الأموال في صورة الدولار؟ الادخار في صورة الدولار وإن كان يحمل احتمالية عالية للربح، لكنه في الوقت ذاته بقى مجرد ربح صوري، لأنه مرتبط بحدوث تضخم من ناحية، ومن ناحية تانية مع الوقت ممكن ما يتحققش أصلا ربح من الأساس. وده اللي حصل بالفعل بقى مع فقدان القيمة على المدى الطويل بسبب التضخم. وأنا بقى بنصح بتجنب الادخار على شكل الدولار، لأنه من أسوأ الخيارات اللي ممكن الواحد يعملها. بل بالعكس، في ناس بتفضل تسيب الفلوس زي ما هي في الصورة الحقيقية للثروة بقى، غير الاستثمار في الدولار. وكمان عدم شراء عملات ممكن تتعرض في أي لحظة لمخاطرة انهيار الاقتصاد العالمي بقى، أو التقلبات الأسواق النقدية، وخصوصا تضخم العملة. من أقرب الأمثلة بقى على مخاطرة استثمار الدولار، سنة 2016 كان في حركة سحوبات نقدية كبيرة جدا بالجنيه المصري لبعض الحسابات المصرفية والبنكية المصرية، وكان ده بهدف شراء الدولار بسبب التراجع الضخم بقى اللي حصل في قيمة الجنيه قدام الدولار. من المسميات الدارجة لعملية الاستثمار في الدولار وهو ما يسمى بالدولرة، والمقصود بيها قيام الأفراد والمؤسسات بالتحويل من حيازة الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي كمخزن للقيمة بسبب توقع ارتفاع في سعر الدولار. وده بيؤدي بقى إلى مخاطر على الاقتصاد المصري، أهمها السعر الوهمي المصطنع للعملة نتيجة الطلب على الدولار كسلعة وليس كوسيلة تبادل، وكمان وجود مخاطر على الأشخاص بفقدان قيمة العملة على المدى البعيد بسبب التضخم النقدي الكبير. يعتبر سوق العملة الأمريكية مذبذب جدا خلال السنوات الأخيرة
متاثرا بقى بعده عوامل كانهيار سوق البترول العالمي والسياسات الامريكيه الخارجيه وغيرها. والدليل ده بان خيار الاستثمار في الدولار اسوأ حل هو اللي بيحصل للمضارين والافراد اللي اتجهوا للاستثمار في العمله الامريكيه وخسروا بسبب دعم الجنيه المصري في السوق المحلي اتجاه ارتفاع سعر الدولار خلال الاقتراض بقى الخارجي وسياسه البنك المركزي. وكمان تراجع قيمه الدولار في السوق الدولي مقارنه بقى بالعملات الصعبه الثانيه خصوصا اليورو والجنيه الاسترليني. تعالوا بقى ندخل على الاستثمار في الذهب. الذهب يعتبر من افضل السلع اللي بتقاوم التغيرات في الاقتصاد العالمي خاصه مع التضخم غير المسبوق الموجود النهارده. وارتفعت اسعار الذهب بقى لمستويات قياسيه اليوم مقارنه بقى بالسنوات اللي فاتت، وده اللي حقق مكاسب خياليه للمستثمريها، وتضاعف الاستثمار في الذهب خلالها بالتزامن بقى مع التراجع في الاقتصاد العالمي. واللي عاوز يستثمر في الذهب في شويه نصايح لازم ياخد باله منها. ان الاستثمار يكون وقت انخفاض الاسعار، وما يتحسنش الشراء وقت او ما يستحسنش الشراء وقت ارتفاع الاسعار. شراء السبائك عيار 24 انخفاض اصلا مصنعيتها، لو هتشتري غير السبائك دي لان المصنعيه بتاعتها بتبقى اقل بكتير. ان الاستثمار من الاموال ان يكون الاستثمار من الاموال الفايضه عن احتياجاتك، وتفادي شراء الذهب بقى المشغول بغرض الاستثمار خصوصا الموجود فيه احجار كريمه بقى وخلافه او شبه كريم. تحديد السعر المستثمر عاوز يوصل له لتحقيق الربح، يعني الاطلاع الدايم بقى على اخبار الاقتصاد العالمي وسعر الذهب علشان التداول. ولكن الاستثمار في الذهب عيوب والاسباب كتيره تخليك تتجنب اصلا الاستثمار في الذهب. يمكن اختصارها بقى في الحاجات دي. الذهب يعتبر سلعه متعدده الاستخدام، يعني ممكن يستخدم للزينه او الضمان المالي او الاستثمار للافراد، بالاضافه لاستخدامه كداعم لعمله البلد بالنسبه للحكومات. وبالتالي فانه بيتاثر بعوامل عديده بتصعب على الفرد العادي بقى دراستها ومتابعتها بصوره بقى تضمن له افضل المكاسب، بعكس الانواع الثانيه من الاستثمار في العقار مثلا، بحيث يسهل بقى على الشخص دراسه العقار براحته وبشكل اسهل واكثر استقرارا. بيتطلب الاستثمار في الذهب الاحتفاظ بيه في مكان امن، خزاين، بنوك، ودي تتطلب رسوم دوريه بقى. واللي بيفكر يحتفظ بالذهب في بيته بيشكل خطوره طبعا كبيره عليه زي السرقه مثلا، وهي خطوره مش موجوده اصلا في العقارات. ثالثا بقى زكاه الذهب بتستهلك نسبه كبيره من المحفظه الاستثماريه للمستثمر مقارنه بقى بالاستثمارات الثانيه. رابعا من الصعب بقى التنبؤ بحركه اسعار الذهب، وبالتالي تدخل اي محاوله لتوقع اسعار الذهب في المضاربه، ولكنها في الحقيقه بتبقى عامله كده زي القمار. خامسا بقى صعوبه بيع الذهب في اي ظروف طارئه، يعني بشكل مجزأ خصوصا لو سبائك عاليه القيمه، بحيث لابد بقى من بيع سبائكها باكملها او تجزئتها او تجزئه السبائك، او اصلا ما فيش امكانيه اصلا لتجزئه السبائك دي. سادسا بقى يعتبر الاحتفاظ بالذهب من غير استغلاله اكتناز، وده شرعا حرام. سابعا النمو الاستثماري للذهب معتمد فقط على ارتفاع سعره عكس الاستثمارات الاخرى. يعني مثلا الشخص اللي بيستثمر في محل تجاري فده بيستنى نمو في الارباح او بعضها في التوسع في منتجاتها او عدد عملائها، وده الامر اللي ما بيتوفرش في حاله الاستثمار في الذهب. وبكده يبقى الاستثمار في الذهب استثمار مبني على انتظار لا غير، والاسباب تخلي الواحد يفكر كتير قبل ما يستثمر في الذهب. ندخل بقى على اللي ثابت على موقفه وما يغيروش الزمن زي الصاحب الجدع، العقارات. الاستثمار في العقارات في الواقع مجال العقارات هو أفضل طريقة للاستثمار حاليا في مصر وفي العالم، لأن مع النمو العمراني وأسعار العقارات والنشاط اللي بيشهده سوق العقارات، وده بسبب التطور الديموغرافي والاقتصادي وكمان سياسة الدولة في تطوير القطاع العمراني،
ده اللي ادى لظهور مدن جديده زي مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد واسوان الجديده، اسيوط الجديده، دمياط الجديده والقاهره الجديده. وده بيخلق فرص كتير للناس اللي عاوزه تستثمر فلوسها على المدى البعيد، بدل ما هي حاطه فلوسها بقى في بنك وتستفيد من المبلغ ده استثمار عقاري سعره بيزيد مع الوقت، وفي اسوأ الاحوال بتحافظ على قيمته لانه مش هيحصل فيه نقص، وخصوصا في مصر. فحتى خلال الازمه الماليه سنه 2008 وانهيار سوق العقارات في العالم، بس في مصر ما حصلش ده. يعني احتمال خساره استثمار في عقار بعيد قوي في مصر، بل على العكس مكسب كتير. والاستثمار في العقار بيتعدد حسب نوع العقار. يعني يمكن تكون لك تبقى شقه مملوكه بس مش مستغلها، ويمكن تستفاد اكتر من العقار فتأجره بقى فيجيب لك دخل شهري وثابت ودوري وهكذا. وده عن طريق انك تعرض الشقه بقى للايجار، سواء كانت افراد بقى شركات، وده من افضل الطرق للاستثمار العقاري. يعني مش شرط ابدا انك تشتري العقار وتسيبه لغايه ما سعره يزيد وتبيعه، لا، ممكن لغايه لما تيجي اللحظه دي تقدر تستفيد بمبلغ الايجار الشهري. وكمان ممكن تستثمر في العقارات التانية زي المحلات التجارية بقى والمكاتب التجارية، أو تأجره أو تستغله أنت بنفسك. وبتعتبر فرصة أنك تكسب أرباح كبيرة وكمان تحافظ على قيمة العقار. وانتشر بقى استثمار ده كتير في السنوات الأخيرة من طرف أصحاب الأموال، إن هم بدأوا يواكبوا طفرة العقارات ويحطوا فلوسهم في العقارات أفضل كتير من الأنشطة التجارية. وكمان تقدر تشتري على قد امكانياتك والفلوس اللي معاك، يعني حسب كميه الفلوس اللي معاك تقدر تختار العقار اللي يناسبك وبشروطك وبالاقساط اللي تناسبك انت. والناس بقى بتستغل موضوع تقسيط العقارات لاستثمار مربح وبسيط، يعني عن طريق انها تشتري شقه بالتقسيط وتقوم مأجراها وبسعر مناسب، وهو ما زال لسه في فتره التقسيط ما سددش ثمنها، ويعتبر بيكسب فيها شهريا وبيرتاح من اقساطها. عاش يا عقار عاش. ونروح بقى نشوف فقرة سوشيال عقار واللي هنجاوب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم. سؤال بيقول: هو أنا لو اشتريت أرض من غير مبني عليها يمكن أخسر قيمة النقود اللي استثمرتها فيها لأي سبب من الأسباب؟ أنا مش شايف إنك ممكن تخسر لأي سبب من الأسباب في العقارات. أنت ممكن بس ما تكسبش، وده مش هيحصل إلا لو أنت للأسف ما سمعتش كل اللي احنا بنتابعه في برنامجنا ده، إزاي نتفادى عيوب الاستثمار في العقار، إزاي نختار عقار صح، إزاي ما نروحش العقار فيه عيب من العيوب يخلينا نبيعه بأقل من ثمنه حتى لو حبينا نبيعه بسرعه، ازاي نقدر نستهدف اكبر دايره تقدر تشتري عقاراتنا وتبقى فيه سهوله عمليه تداول العقار، ما يبقاش زي مشاكل ناس كتيره ممكن يشتري عقار ويجي يحاول يعرضها للبيع لمجرد انه محتاج فلوس حاليا، فبالتالي ما بيلاقيش حد يشتريها منه بسرعه. وده مش اتهاما، ممكن يكون السوق راكد، ولكن الحاجه المميزه بتتباع حتى لو كان سوق العقارات عامه راكد. فده مش هيحصل، واطمنك مش هيحصل الا لو كان اختيارك للعقار غلط، لو كان اختيارك للأرض غلط، فيها مشكلة قانونية، فيها مشكلة في مساحتها، فيها مشكلة في تقسيمتها وواجهتها زي ما احنا قلنا قبل كده في حلقات. فاحنا نشوف ايه مميزات العقار، ولو احنا مش عارفين لازم نستعين بحد في المجال العقاري يقول لنا اشتري ده او ما اشتريهوش، ده كويس وده وحش. لكن مش كل القاعدة مش على كل العقارات، ولكن في أسوأ الحالات مش هتخسر قيمة اللي دفعته في العقار. وبكده تنتهي حلقتنا، ونشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بيتك بإيدك.